بالنسبه لما هو تكتيكي كنظن انه كما قلتوا الفريق الشاسع في التنقيط او في الاهداف المسجله. هذا راجع بدرجه اولى المستوى التحكيمي. الا بغينا نطوروا كره اليد سواء الشرقيه او الوطنيه خصنا ضروري نوجدوا لها واحد الميكانيزمات وواحد الاستراتيجيه. من بين الاستراتيجيه اللي خصنا نوفروا لها هو انه تكون عندنا واحد على الاقل واحد لا باز كما كاين واحد الاساس تحكيمي اللي يكون في المستوى. غاديش نجيو باغ اكزومبل هنا غادي نشوفوا اخطاء كارثيه ديال الحكام، واكثر من اخطاء كارثيه ديال الحكام استفزازات ديال الحكام. اول مره حنا نهضروا على التحكيم بهذه الطريقه. حنا كنتمناو لو كانوا جابوا لنا تحكيم اللي هو شاب كما نقولوا بهذه الطريقه كاع وبهذه اللغه يتعلم فينا ما عندناش مشكل، ولكن ملي غادي نجيو ونشوفوا هذه الاخطاء بهذه الدرجه اللي انه ما نقدرش نفرقوا حتى بين مارشي وبين الدوبل دريبل، رانا كنمارسوا في القسم الوطني الاول. ما معنى القسم الوطني الاول؟ يعني القسم ديال الصفوه هذا من جهه. وبالنسبه نرجعوا لما هو تكتيكي وتقني في المباراه، فعلا كان واحد التفوق ديال الاتليتيك وجده بحكم التجربه، بحكم المحترفات، بحكم مجموعه ديال المسائل. حنا عندنا منتوج خالص ديالنا اللي هو 100% بنات العروي ولا مدينه العروي كما كنقولوا، وفي نفس الوقت نحاولوا نطوروا راسنا بالسنوات. الفريق كان متخوف شيئا من فريق انطلاقه العروي اللي كنشيدوا بالمجهودات اللي كيديرها سي ماجد، لانه قايم بدور كبير انه كيدمج المراه في التنميه عن طريق الرياضه. بالنسبه للمباراه كنا متخوفين، ولكن قرينا المباراه ديال الذهاب، شفنا بلي انهم كاين المؤهلات ديالهم ما تسمحلهمش انهم يكونوا قويين علينا على اودولا دي 9 متر، يعني ما عندهمش دي تيرور دو ما عندهمش بزاف ديال الحويجات اللي ربما حنا استغليناهم استراتيجيا. هي انك تعرف لي بوين فور لي بوين فيبل ديال لادفيرسير، وشفنا بانه انطلاقه العروي ما غاديش يقدر يكون عنده دي تيرو دو لوار. رجعنا للوراء، خدمنا مع الحارس على لي سات متر، سون فور في لي سات متر، سون فور في لو جو رابيد. ونا ايسيي حاولنا نكونوا على مستوى المنطقه المحرمه وبلعنا جميع المنافذ وربحنا بسكور اللي هو كبير.